الفيديو ده أهم فيديو في سلسلة مسلسلات للأطفال، علشان الأب والأم لازم يعرفوا الحاجتين دول. أول حاجة إنه أي مسلسل من اللي اتعرضوا في السلسلة دي لازم الأب والأم يشوفوه قبل ما يسمحوا لطفلهم بمشاهدته، عشان ممكن يكون في المسلسل ده كلمة الأب والأم منعين الطفل إنه يقولها، مش معلمينه الكلمة دي أو مش حابين إنه الطفل يقول اللفظ ده أو الكلمة دي، واتعرضت في المسلسل لو هما ما شافوهاش أو ما خدوش بالهم من المشهد ده، فممكن الطفل يكرر الكلمة ويكون يعني الموضوع مش لطيف. فلازم الأب والأم يتابعوا المسلسل كويس وياخدوا بالهم من كل حاجة فيه، لو مش مناسبة لطفلهم فيمنعوا الطفل من مشاهدة المسلسل ده وما يفرجوش المسلسل للطفل. تاني حاجة هي انه لازم الأب والأم يعرفوا انه مش أي مسلسل من اللي اتعرضوا مناسب لكل الأطفال. في مسلسلات معينة لسن معين، زي مثلا مسلسل الببغاء يتعلم الهجاء وحسيب في دنيا الأرقام، من اسم المسلسلين دول مناسبين أطفال الروضة أو أطفال ما قبل المدرسة اللي بيكون سنهم من 3 سنين ل6 سنين. استحالة أعلم الطفل مثلا يعني أفرجه على المسلسل بيعلمه الأرقام أو الحروف لطفل عنده 8 سنين أو 10 سنين، هو أكيد متعلم الحاجات دي، فالمسلسل مش هيفيده بحاجة ومش مناسب لسنه. بس كده دول الحاجتين المهمين لازم الأب والأم ياخدوا بالهم منها.